قالوا عليه مرض العصر. 35% من سكان الشرق الأوسط مصابين بيه وهم ما يعرفوش، وقالوا إن هو السبب الرئيسي لزيادة وزنك. النهارده من غير مقدمات كتير هتكلم معاكم عن مقاومة الانسولين وازاي نعالجها بطريقة طبيعية. على الرغم ان الكلام كتير عليها اليومين دولت، الا ان مقاومة الانسولين مش حاجة جديدة، وعشان خاطر نعالجها محتاجين نفهم هي بتحصل ليه وازاي. في الحالات الطبيعية جسمنا بيعتمد بشكل اساسي على سكر الجلوكوز كمصدر للطاقة، وعشان الجسم يقدر يستفيد منه والخلايا تقدر تستهلكه محتاجين وسيط ياخد السكر يساعده في الدخول للخلايا، والوسيط ده هو هرمون الانسولين واللي بيتم افرازه من البنكرياس. تخيل معايا كده الجلوكوز موجود في الدم ومش عارف يروح فين، يلاقي الانسولين يروح واخده من ايده يقول له تعالى احنا محتاجينك في العضلات، احنا محتاجينك في المخ، يبدا يوزعه على خلايا الجسم المختلفه، ده غير وظائف تانية بيقوم بيها هرمون الانسولين. لحد هنا وكل حاجه ماشيه طبيعي. لكن المشكله بتحصل لما مستويات السكر في الدم بترتفع لمستويات عاليه ولفترات طويله، وده بيحصل لما بنعتمد في اكلنا على الاكلات السريعه، الحلويات، منتجات الدقيق الابيض، المشروبات الغازيه والعصاير المحلاه بكميات كبيره من السكر، واللي بترفع سكر الدم لمستويات قياسيه الجسم مش متعود عليها. وهنا الجسم بيدخل في حاله طوارئ وبيدي اشاره للبنكرياس انه يفرز كميات اكبر من هرمون الانسولين عشان خاطر يساعد في ضبط مستويات سكر الدم بسرعه. وهنا بتحصل المشكله هي ان الخلايا اللي كانت بس بتستنى الانسولين يعدي عشان تاخد منه السكر دلوقتي وبسبب انه بقى كتير ما بقتش تسمعه. زي بالظبط لما تكون ساكن في شارع هادي خالص ومحدش بيمشي فيه وعربيه تعدي بسرعه مره واحده، اكيد بتسمعها وبتاخد بالك. لكن لو انت ساكن في شارع زحمه في عربيات كتير في دوشه كتير وعمالين بيزمروا، بعد شويه هتتعود ومش هتسمع صوت الدوشه ولا هتميزها. هو ده تشبيه مبسط جدا للي بيحصل في حاله مقاومه الانسولين. دلوقتي بقينا واعيين في مشكله، الخلايا عندها مقاومه ضد الانسولين، لا سمعاه ولا حساه، وفي نفس الوقت هي عندها احتياجات، عايزه طاقه وعايزه سكر، فبتبعت اشارات للمخ الحقنا يا مخ احنا محتاجين سكر ومحتاجين طاقه. بس في نفس الوقت المخ شايف ان هو في كميه كبيره من السكر موجوده في الدم، يبقى هنا محتاجين الوسيط بتاعنا الانسولين، فيبعت اشاره للبنكرياس، يا بنكرياس ضخ لي كميات اكبر من الانسولين عشان نظبط الدنيا شويه، ندي الخلايا السكر اللي محتاجاه ونظبط سكر الدم. في البنكرياس يبدا يشتغل فوق طاقته ويبدا ان هو يطلع كميات اكبر من الانسولين لحد ما يوصل لمرحله خلاص مش قادر يشتغل، وهنا يحصل مرض السكر من النوع التاني. وده لان الجسم ما بقاش قادر انه يظبط مستويات السكر للمستويات الطبيعيه بنفسه، وهنا هنحتاج تدخلات دوائيه وبروتوكول علاجي، ويبقى الشخص ده اصبح مريض سكر من النوع التاني. امتى تشك ان عندك مقاومه انسولين؟ اول حاجه لو وزنك زايد خصوصا في منطقه البطن، لو مش بتتحرك كتير حركتك قليله، لو عندك ضغط عالي او كوليسترول عالي، لو عندك تاريخ مرضي من مرض السكر في العيله، لو بتدخن او بتشرب كحوليات، لو حاسس انك دايما مجهد او دايما جعان بدون اي سبب، لو مش بتنام كويس. كل دي عوامل وجودها بيزود فرصك في الاصابه بمقاومه الانسولين. لو لقيت الجلد حوالين رقبتك تحت الابطين بين الفخذين اصبح لونه غامق وملمسه خشن، دي حاله اسمها اكانثوزيس نايجريكانز، ودي من احد اهم علامات الاصابه بمقاومه الانسولين. لو لقيتها لازم تخلي بالك. لو انت بنت وتشخصتي بمتلازمه تكيس المبايض او البوليسيستيك اوفري سيندروم، دي علامه مهمه على وجود مقاومه الانسولين. وطبعا في تحاليل بتتعمل زي ال HbA1c تحليل السكر التراكمي وتحليل الهوما وتحاليل تانية عشان خاطر نتاكد من وجود مقاومه الانسولين. لكن وجود اكتر من علامه من العلامات اللي قلتها كلها دي دليل مهم جدا على وجودها فعلا، ومش محتاجين ان احنا نستنى لحد ما نتيجه التحليل تطلع، محتاجين نبدا على طول في البروتوكول العلاجي اللي هنقوله دلوقتي. في علاج مقاومه الانسولين عارف انك سمعت كلام كتير، اللي قال لك امشي كيتو، صيام متقطع، خد اعشاب، خد ادويه. النهارده انا جايب لك الخلاصه، بروتوكول عباره عن خطوات هتمشي عليها خطوه خطوه، الاهم فالمهم، فعايزك تركز معايا. في الاول كده تعرف انك لو خسيت من 5 ل 10% من وزنك بس، مقاومة الانسولين عندك هتقل بنسبة 58%. يعني لو وزنك 100 كيلو وخسيت حوالي 7 كيلو بس، انت كده حليت اكتر من نص المشكلة. الفكرة هنا ان مفيش دايت معين هو افضل دايت، مهم يكون نظام انت مرتاح عليه متوازن بيوفر لجسمك كل احتياجاته عشان تقدر تستمر عليه لفترة طويلة ويكون جزء من اسلوب حياتك. وده لان انقاص الوزن هو اهم خطوة محتاج تعملها عشان تعالج مقاومة الانسولين. سامعك يا اللي بتقول هخس ازاي ومقاومة الانسولين بتوقف الحرق وبتمنع انقاص الوزن؟ عايز اقولك الكلام ده
مش حقيقي. دراسات كتير اتعملت وهتشوف صورها طالعه دلوقتي وموجوده في المصادر، كلها بتقول ان مقاومه الانسولين مش عائق لانقاص الوزن. وفي منها دراسات كانوا بيقارنوا فيها مجموعتين من الناس، مجموعه عندها مقاومه انسولين ومجموعه تانية ما عندهاش مقاومه انسولين، والاثنين ليهم ظروف متقاربه جدا، ولقوا في الدراسات دي ان المجموعه اللي عندها مقاومه الانسولين كانت بتخس اكتر من اللي ما عندهاش. فمقاومه الانسولين مش عائق لانقاص الوزن. ومن تجارب كتير بيجي لي عملاء يشتركوا معايا في بروجرامز مختلفه، بيكونوا خايفين في الاول ان عندهم مقاومه انسولين وخايفين ما يخسوش، وبيخافوا اكتر لما يلاقوا البروجرام بتاعهم ما فيهوش صيام لساعات طويله، البروجرام فيه نشويات، مواعيده مناسبه لاسلوب حياتهم وما بيجوعوش. فبيقول لك هنخس ازاي؟ لكن اول لما بيلتزموا بيه بيلاقوا فرق كبير جدا في وزنهم، في مقاساتهم، بتبدا اعراض مقاومه الانسولين كمان تختفي بالتدريج لحد ما بيوصلوا لهدفهم ويوصلوا للجسم اللي بيحلموا بيه. لو عايز تعالج مقاومه الانسولين يبقى الخطوه الثانيه دي مهمه جدا. الخلايا الخامله دي اللي عندها مقاومه مش هتفوق غير لما تشتغل. وعشان نرفع حساسيه الخلايا تجاه الانسولين يبقى الرياضه وخصوصا تمارين المقاومه او الريزيستنس تريننج محتاجه تكون جزء اساسي من البرنامج بتاعنا. انت متخيل ان الجمعيه الامريكيه للقلب بتقول ان الرياضه في ظل اسلوب حياه صحي فعاله في علاج مقاومه الانسولين اكتر من الادويه؟ حاجه ما ينفعش نسيبها اطلاقا. عشان كده انا شخصيا في اي برنامج بصممه لانقاص الوزن او علاج مقاومه الانسولين لازم الرياضه تكون جزء اساسي منه. يعني مثلا في برنامج ذا سليم جيم اللي بقدمه اونلاين احنا عاملين ورك اوت بلان كامله، كلاسز متصوره بالفيديو يقدر مشتركين يعملوها من البيت، وفي نفس الوقت معانا خبراء في اللياقه البدنيه في المتابعات ومدربين عشان خاطر يرشدونا لافضل طريقه نتمرن بيها ونحقق افضل نتائج من البروجرام بتاعنا. لو تفتكر معايا في اول الحلقه قلنا ان من احد اهم اسباب حدوث مقاومه الانسولين ان مستويات السكر بتعلى جدا بسبب اكلات احنا بناكلها. وعشان كده في الخطوه دي محتاجين نركز جدا في نوعيات الاكل اللي بناكله وخصوصا الكربوهيدرات اللي بتدخل لجسمنا. وعشان كده مهم جدا نكون حريصين اننا نبعد عن المصادر المصنعه من الكربوهيدرات والمبسطه زي منتجات الدقيق الابيض، زي منتجات السكر الابيض، المنتجات اللي بتحتوي على شراب الفركتوز وغيرها من المحليات اللي بترفع سكر الدم بسرعه جدا. مهم جدا برضو نخلي مصادر الكربوهيدرات في اكلنا هي مصادر طبيعيه وكامله. يعني لو هناكل فاكهه ناخدها بالالياف بتاعتها، لو هناخد نشويات يبقى مصادرها تكون كامله زي الحبوب الكامله، زي القمح، الشوفان، زي البطاطس، زي البطاطا. ونخلي بالنا من طريقه الطهي. مهم جدا لما اجي اطبخ النشويات خصوصا الطبيعيه ما كملش سواها للاخر. يعني ممكن حاجات زي الرز لازم تستوي للاخر، لكن حاجه زي القمح، الشوفان، البطاطس، البطاطا تكون 3/4 سوا عشان تحافظ على الكومبلكسيتي بتاعتها او تعقيد التركيب بتاعها وما ترفعش سكر الدم بسرعه. كمان نكون حريصين جدا على وجود الالياف، طبق السلطه يكون موجود في كل وجباتنا لان ده بيساعد في التحكم في مستويات السكر وبالتالي ما يرفعش نسب الانسولين في دمنا. وطبعا مش معنى ان احنا بناخد كربوهيدرات من مصادر طبيعيه وكامله اننا نفتح في الكميات. تقنين الكميات اساسي وضروري عشان احافظ على مستوى سكر دمي مظبوط واقدر ان انا انقص من وزني واعالج مقاومه الانسولين من غير ما اضطر ان انا اروح اقطع كارب او امشي على دايتس صعبه او قاسيه ما اقدرش اكمل عليها لفترات طويله. الادويه، المكملات الغذائيه والاعشاب دي خطوه بتيجي في الاخر خالص وممكن اصلا ما نحتاجهاش. لو عملت كل الخطوات اللي اتفقنا عليها فوق بنسبه كبيره مش هتحتاجها، لكن لو لسه محتاجينها لازم تعرف حاجه مهمه جدا، انك ما تمشيش على اي دواء ولا تاخد اي دواء غير تحت اشراف طبيب عشان تقدر تستفيد وتعالج نفسك وتتجنب الاثار الجانبيه والاضرار اللي ممكن لا قدر الله تحصل. اظن مفيش اسهل من كده. مش محتاج تمشي على دايت صعبه ومستحيله، مش محتاج ان انت تاخد اعشاب انت مش عارف مصدرها ولا انك تاخد ادويه ممكن تاثر عليك باثار جانبيه عشان تعالج مقاومه الانسولين، ومش محتاج تخاف اصلا من مقاومه الانسولين. هي جرس انذار بيقول لك خلي بالك ان انت لو فضلت ماشي بنفس اسلوب الحياه اللي انت فيه هتوصل لحته انت مش عايزها، لكن مش معنى كده ان انت اتحكم عليك خلاص انك هتصاب بالسكر او انك هتفضل طول عمرك مصاب بالسمنه او وزنك زياده. لو مشيت على البروتوكول اللي قلت لك عليه هتبدا تاخد خطوات حقيقيه وهتلاحظ التحسن من اول شهر. زي ما شفنا حاجات بسيطه لكن في الاخر بتفرق. اعملوا فولو وشير الحلقه واستنوا الحلقات الجايه.